تسخير قوة الشمس. الطاقة الشمسية طريقة فعالة لتوفير المال والحفاظ على كوكبنا. تخيل استخدام طاقة الشمس لتشغيل منزلك. مع الألواح الشمسية يمكنك ذلك. يشرح هذا الدليل كيفية تثبيت الألواح الشمسية بنفسك. إنه مشروع كبير، لكن يمكن إنجازه بتخطيط دقيق والأدوات المناسبة. تلتقط الألواح الشمسية ضوء الشمس وتحوله إلى كهرباء. هذه الكهرباء يمكنها تشغيل الأضواء والأجهزة وغيرها. الانتقال إلى الطاقة الشمسية يقلل فاتورة الكهرباء، كما أنه يساعد في حماية بيئتنا. يستخدم هذا الدليل كلمات بسيطة وخطوات واضحة. إنه مثالي للمبتدئين الذين يرغبون في تثبيت الألواح الشمسية في المنزل. لنبدأ رحلتك في عالم الطاقة الشمسية. قبل البدء في تثبيت الألواح الشمسية، من المهم جمع جميع الأدوات والمعدات اللازمة. إن وجود الأدوات المناسبة في متناول اليد سيجعل عملية التثبيت أكثر سلاسة وفعالية. إليك بعض الأدوات الأساسية التي ستحتاجها: معدات السلامة، نظارات السلامة، وقفازات العمل، والخوذة الواقية ضرورية لحماية نفسك أثناء عملية التثبيت. أدوات القياس، شريط القياس، والميزان وخطة الطباشير ضرورية لوضع علامات دقيقة ومحاذاة الألواح الشمسية. أدوات الحفر والتثبيت، ستحتاج إلى مثقاب كهربائي مع رؤوس مختلفة، ومفك براغي، ومفاتيح لتأمين حوامل تثبيت الألواح الشمسية وتوصيل الأسلاك. المعدات الكهربائية، قصاصات الأسلاك، وموصلات MC فارا، وجهاز قياس متعدد ضرورية لإجراء توصيلات كهربائية آمنة وموثوقة. اختيار الموقع المناسب للألواح الشمسية أمر بالغ الأهمية لزيادة كفاءتها. تحتاج الألواح الشمسية إلى ضوء الشمس المباشر لتوليد الكهرباء بفعالية. إليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار المكان المثالي. التعرض لأشعة الشمس. حدد المناطق على سطح منزلك أو في حديقتك التي تتلقى ضوء الشمس الكافي طوال اليوم، وخالية من الظل من الأشجار أو المباني المجاورة. اتجاه السطح. الأسطح المواجهة للجنوب تتلقى عموماً أكبر قدر من ضوء الشمس في نصف الكرة الشمالي، بينما الأسطح المواجهة للشمال مثالية في نصف الكرة الجنوبي. زاوية السطح. يمكن أن تؤثر زاوية سطحك أيضاً على التعرض لأشعة الشمس. من الناحية المثالية، يجب إمالة الألواح الشمسية بزاوية قريبة من خط العرض الخاص بك للحصول على الأداء الأمثل. بعد تجميع أدواتك واختيار الموقع المثالي، يمكنك البدء في تركيب الألواح الشمسية. اتبع هذه الخطوات من أجل تثبيت آمن وثابت. قم بتركيب حوامل التثبيت باستخدام قياساتك. قم بتثبيت حوامل تثبيت الألواح الشمسية بإحكام على سطح منزلك أو هيكل التثبيت الأرضي. تأكد من أنها مستوية ومتباعدة بشكل مناسب. التأريض. قم بتأريض نظام التثبيت بشكل صحيح للحماية من اندفاعات التيار الكهربائي وضمان السلامة. قم بتثبيت الألواح على الحوامل. ارفع كل اللوح الشمسي بعناية وضعه على حوامل التثبيت، وقم بتثبيته في مكانه. شد المشابك أو البراغي لتأمين الألواح بإحكام. الجزء الخامس: توصيل الألواح الشمسية. الآن وبعد أن تم تركيب الألواح الشمسية، حان وقت توصيلها معا وإنشاء نظام شمسي فعال. اتبع هذه الخطوات من أجل توصيلات آمنة وفعالة. أولاً، قم بتوصيل أسلاك الألواح. باستخدام موصلات MC فارا، قم بتوصيل الأسلاك الموجبة والسالبة لكل لوح شمسي على التوالي أو بالتوازي، اعتماداً على متطلبات نظامك. ثانياً، قم بتمرير الأسلاك إلى العاكس. قم بتوجيه الأسلاك بعناية من الألواح الشمسية إلى موقع العاكس الشمسي مع التأكد من حمايتها من التلف. أخيراً، قم بالتوصيل بالعاكس. قم بتوصيل الأسلاك الموجبة والسالبة من نظام الألواح الشمسية بأطراف الإدخال المخصصة على العاكس الشمسي. الجزء السادس: تشغيل نظام الطاقة الشمسية.
بعد تركيب وتوصيل الألواح الشمسية، حان وقت تشغيل النظام والبدء في توليد طاقة نظيفة. اتبعوا هذه الخطوات لتفعيل نظام الطاقة الشمسية. أولاً، تحقق من التوصيلات. تحقق جيداً من جميع توصيلات الأسلاك للتأكد من أنها آمنة ومحكمة بشكل صحيح. ثانياً، قم بتركيب نظام المراقبة. إذا كان نظامك يتضمن نظام مراقبة، فقم بتثبيته وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. ثالثاً، قم بتشغيل العاكس. قم بتشغيل الطاقة إلى العاكس الشمسي، وسيبدأ في تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء قابلة للاستخدام. أخيراً، راقب الأداء. راقب القراءات على شاشة العاكس أو نظام المراقبة للتحقق من أن الألواح الشمسية تولد الطاقة كما هو متوقع. الجزء السابع: الحفاظ على نظافة وكفاءة الألواح الشمسية. مثل أي معدات أخرى، تحتاج الألواح الشمسية إلى صيانة منتظمة لتحقيق أفضل أداء. إن الحفاظ على نظافة الألواح يضمن التقاط ضوء الشمس بشكل فعال. اتبع هذه النصائح للحفاظ على تشغيل الألواح الشمسية بكفاءة. أولاً، التنظيف المنتظم. يمكن أن يتراكم الغبار والأوساخ والحطام على سطح الألواح الشمسية، مما يقلل من كفاءتها. نظفها بانتظام باستخدام الماء وفرشاة ناعمة أو قطعة قماش. يمكنك أيضاً استخدام غسالة الضغط لتنظيف أكثر شمولاً. ثانياً، أفحص الظلال. بمرور الوقت قد تنمو الأشجار والنباتات الأخرى وتلقي بظلالها على الألواح الشمسية. قم بقص أي أغصان أو أوراق شجر تعيق وصول ضوء الشمس إلى الألواح. أخيراً، راقب أداء النظام. راقب أداء نظام الألواح الشمسية باستخدام نظام المراقبة. إذا لاحظت أي انخفاض كبير في إنتاج الطاقة، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى التنظيف أو الصيانة. الجزء الثامن: استكشاف أخطاء نظام الألواح الشمسية وإصلاحها. على الرغم من أن أنظمة الألواح الشمسية موثوقة بشكل عام، إلا أنه قد تنشأ مشكلات عرضية. إليك بعض المشكلات الشائعة ونصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها. أولاً، انخفاض إنتاج الطاقة. تحقق من وجود ظلال أو ألواح متسخة أو توصيلات أسلاك خاطئة. تأكد من أن العاكس الشمسي يعمل بشكل صحيح. ثانياً، قواطع دوائر معطلة. أفحص القواطع في لوحة الكهرباء بحثاً عن أي قواطع معطلة. أعد ضبط أي قواطع معطلة وابحث عن السبب. أخيراً، أخطاء النظام. ارجع إلى دليل العاكس الشمسي لمعرفة خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعلقة برموز أو رسائل الخطأ المحددة المعروضة على الوحدة. الجزء التاسع: احتضان مستقبل أكثر إشراقاً مع الطاقة الشمسية. تهانينا على اتخاذك خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة مع الطاقة الشمسية. يعد تركيب الألواح الشمسية خطوة مهمة نحو تقليل البصمة الكربونية وتوفير المال على تكاليف الكهرباء. من خلال تسخير قوة الشمس، فإنك تنضم إلى حركة متنامية من الأفراد والمجتمعات الملتزمة بكوكب أنظف وأكثر خضرة. تذكر أن تحافظ على الألواح الشمسية بانتظام لضمان الأداء الأمثل والتمتع بسنوات من الطاقة النظيفة والمجانية.